خوف من المنظار. انا محتاج منظار، كل الدكاتره طلبته مني، بس انا خايف جدا من المنظار. مش محتاج ان انت تخاف من المنظار. المنظار بقى سهل، بسيط، امن، بيتعمل ببنج موضعي وبنج كلي. المريض ما بيكملش 5 دقايق في منظار المعده، ربع ساعه في المنظار القولوني، ما بيحسش باي الم، ما بيحسش باي حاجه بعد المنظار، لا في فتح جراحي ولا في تعليمات زي العمليات الجراحيه. طب انا محتاج منظار، المنظار ده هيفيدني بايه؟ المناظير بقت مهمه جدا. اولا مناظير المعده بنقدر نطمن على في قرح، في اورام في المعده، في المريء، في الاثنى عشر، بنشوفها على الطبيعه وبناخد عينات منها بسهوله جدا. منظار القولوني مهم جدا عشان نطمن على اورام القولون، الزوايد، لو في نزيف شرجي او في مشاكل مناعيه في القولون والامعاء الدقيقه. في عندنا مناظير القنوات المراريه، الناس اللي عندها مشاكل في الحصوات، عملت انسداد في القناه المراريه والصفرة عندهم عاليه ومحتاجين ان هم يعملوا دعامه ويركبوها في القناه المراريه. المناظير بقت تغني عن اجراءات جراحيه، بقت تغني عن اشعاعات ورنين كتير، وبتشخص بسهوله ويسر. جالي مريض بيشتكي من نقص في الوزن، انيميا مزمنه، من نزيف شرجي متكرر، امساك مزمن. اتطلب منه منظار قولوني وهو كان خايف. لما جالي شرحت له المنظار بيتعمل ازاي ودرجه امان المنظار وسهولته. عملنا المنظار القولوني، للاسف لقينا ورم في المستقيم، والحمد لله الورم كان لسه في المراحل الاولى، وعمل الجراحه وكمل على علاجه، ودلوقتي ما بيشتكيش من اي حاجه. لو محتاج المنظار وخايف منه كلمنا واحنا هنطمنك ونشرح لك ونعمل لك المنظار بمنتهى البساطه.